بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. النهارده حكايتنا مع حكايه عجيبه وغريبه جدا للست العذراء مريم، وهي التمثال بتاعها كان موجود مع عائله في نيويورك. وفي اجتماع الصلاه حصلت حاجه عجيبه جدا. من ضمن الاجتماعات الاخيره بتاعتهم هما بيجتمعوا وبيصلوا مع بعض، فلقوا ان تمثال الست العذراء بينحني معاهم وبيكمل الصلاة معاهم بطريقة عجيبة جدا. زي ما احنا شايفين كده انحنت تمثال الست العذراء واحتراما للصلاة، وحتى زي ما المسيح قال ان سكت هؤلاء فالحجارة تصرخ او تتكلم. كده التمثال بيكمل معاهم حياة الصلاة والاتضاع. والست العذراء كانت إنسانة متضعة وبتحب ربنا من صغرها، وحست إن لما سمعت صوت الصلاة حتى لو كان تمثال هينحني قدام قوة الصلاة دي، لأن ربنا نفسه قال إن لكم إيمان مثل حبة خردل هتقولوا للجبل ده ينتقل من هنا لهناك فينتقل. فحتى لو كان تمثال هينحني وينصهر قدام قوة الصلاة دي. بركة صلوات أمنا العذراء في كل مكان وفي كل حتة في الأرض تشفع لينا قدام ربنا. والتمثال اللي اتحنى هو قدر قيمة الصلاة، ويا رب كلنا نقدر قيمة الصلاة في كل مكان وفي كل حتة لينا ولأولادنا، بشفاعة أمنا العذراء مريم دايما يا رب. وبركة معجزاتها وشفاعاتها قدام ربنا تشفع لنا واحد واحد لينا ولأولادنا، أمين يا رب. ودايما معجزات الست العذراء تشملنا في كل حتة في بقاع الأرض كلها، لأنها كانت إنسانة متضعة وربنا اختارها من ضمن كل الناس عشان تكون هي الشفيعة المؤتمنة لجنس البشر، وإن هي تحمل رسالة كبيرة قدام ربنا. بركة شفاعتها تكون معاكم ومعانا دايما يا رب. وما تنسوش تشتركوا معانا في قناة نور القديسين يفرح ربنا، دايما يفرح قلبكم بكل غالي، واذكرونا دايما في صلواتكم، امين يا رب.